كل اللي عليك إنها تعمل ريستارت من الأول وجديد، وبتعرفوا يعمل إيه بالظبط، ويا ريته ما عمل. فيلمنا بيبدأ بواحد اسمه نيك وهو قاعد مع ماجي مراته ومبسوطين والدنيا تمام، بس فجأة بتتعب ماجي وبينقلها المستشفى، وبنعرف إنها مريضة قلب وبتتحجز في العناية المركزة. أما نيك فبيبقى هو اللي قاعد بولاده الاتنين إلا وماكس، والحقيقة إنه ما كانش عارف يهتم بيهم ولا بالبيت ولا بالشغل، وعشان كده بيقرر إنه يروح أكبر معرض للروبوتات اللي بتشتغل بالذكاء الاصطناعي، وكانوا مبهرين جدا لأنهم حرفياً بيعملوا كل حاجة ممكن تتخيلها. والراجل بيطلع محترم وبيختار نموذج ولد بما إنه هو اللي هيقعد معاه يعني، بس بيلاقي بنته إيلا اختفت من جنبه وفضل يدور عليها لحد ما بيلاقيها جاية بروبوت واحدة. نيك أول ما بيشوفها بيتنح، وشكلهم بيبقى حقيقي لدرجة إنه ما كانش يعرف إنها روبوت إلا لما جاله صاحب المكان وقال له إنها أحدث إصدار نزل السوق وعندها الحاجات اللي تحتاجها، وبمجرد ما تتبرمج عليك هتنفذ لك كل اللي انت عاوزه. وبيقوله كمان إنها مخصصة لمحاكاة المشاعر البشرية، وجاله على الجرح بقى وقال له إنهم كمان بيعرفوا يتعاملوا كويس قوي مع الأطفال، يعني خلاص مفيش بعد كده وهيشتري وش. وبتفضل إيلا كمان تتحايل عليه علشان يشتريه. وتاني يوم الصبح بيبقى محتاس بالعيال وما كانش يعرف يعمل إيه ولا إيه، وشوية وجرس الباب بيرن وبتطلع الروبوت وبتدخل وبتتفرج على البيت. ولما جت تطلع السلم بتلاقي درابزين بيتلخلخ، ولما قال لها إنه هيبقى يصلحه قالت له إنها من شغلها إنها هي اللي تصلحه مكانه. وبتطلع تنظف أوضة نيك، وبتيجي آيلا وبتستعجل أبوها عشان تلحق المدرسة، فبتقول له إنها كمان ممكن توصلها بداله المدرسة. وقبل ما آيلا بتمشي بتسمي الروبوت دي أليس. وبعد ما بيرجعوا البيت بيلاقوا البيت نظيف وزي الفل ومجهزة الغدا كمان، ودي حاجة طبعا ما بقوش يشوفوها من ساعة ما ماجي تعبت ودخلت المستشفى. وبيقعدوا يتغدوا، بس آيلا ما عجبهاش أكلها وبتقول إن أكل مامتها أحلى. وبالليل كانت أليس واقفة نايمة جنب الحيطة وبتتسحب آيلا وبتطلع فوق الكرسي، وكانت عايزة تاكل من الكوكيز اللي في العلبة، لكن فجأة بيسمع نيك صوت كسر وصريخ، ولما بينزل بيلاقي أليس شالتها قبل ما تقع على الأرض، وبيشوف إن رجلها اتعورت فبيعتذر لها. وبعد ما بينيم آيلا بينزل عشان يطمن عليها، بس بتقوله إنها خلاص خفت وبيديها لبس من لبس ماجي مراته. وتاني يوم بيروح يزوروا ماجي في المستشفى، وبتتفاجئ بأليس جاية معاهم. ولما أليس أخدت آيلا ونزلوا، ماجي قالت له أنا كنت فاكرة إنك هتجيب راجل، فبيضحك وبيقول لها إن البنت هي اللي شبطت فيها، إنما هو يا عيني غلبان. وبيقعد معاها شوية وبعدها بيروح على شغله. وهنا بيشوف هو وصاحبه مونتي مدير الشركة روبوتات، وبيشك إنهم هيغيروهم كلهم، فبيروح نيك لرئيسه وكان صاحبه في نفس الوقت وبيتخانق معاه وبيقوله أنت ناوي على إيه؟ فبيقوله إن روبوتات هتنجز الشغل أسرع، ده غير إنها مش هتكلفنا زي ما الناس بتكلفنا. وبيعرف إن كلهم هيمشوا من الموقع إلا هو هيفضل كإشراف على الروبوتات. ولما نيك بيزعل على أصحابه اللي هيتسرحوا من شغلهم وبيقرر يستقيل زيهم، قالوا له فكر في مصاريف ماجي مراتك. ولما بيرجع البيت بالليل بتحس أليس إنه متضايق، وده لأنها متبرمجة إنها تحس بالمشاعر المستخدم الرئيسي بتاعها اللي هو نيك يعني، وبيبقى شغال في الجراج، فبتدخل عشان تتكلم معاه وتغير له موده، وبتقول له تقدر تتكلم معايا عن اللي مضايقك. وفعلا ما بيصدق إنه يطلع كل اللي جواه، وبيحكي لها إنه من بداية اليوم متضايق بسبب زمايله اللي هيطردوا من الشغل، وإنه كلهم عندهم عيلة وإنهم شاطرين في شغلهم، يبقى جزائهم يبدلوهم بروبوتات. فبتقوله أليس ما تضايقش نفسك، ما انت كمان كان ممكن توظف شخص حقيقي، لكن انت اخترتني انا عشان قوية وما بتعبش ومطيعة وما عنديش اي رغبات غير اني انفذ رغباتك انت وبس. فبيبص لها كده ولسان حاله بيقول اللهم اغزيك يا شيطان. المهم بتطلع أليس تطمن على آيلا وبتساعدها في غسيل سنانها، وبعدها بتنزل تقعد مع نيك. ولما بتلاقيه بيتفرج على فيلم بتحكي له قصة الفيلم وكأنها بتسمع كده، وبيعرف منها إنها ما شافتوش أصلاً، بس هي معلومات كده ومتخزنة في ذاكرتها. فبيقول لها إن الفرجة على الفيلم أحلى وإنها من الحاجات اللي لازم تجربها بنفسها، وبيأمرها تقعد تتفرج وتنسى كل الموجود في ذاكرتها. فبتقول له إن ما ينفعش تنسى من نفسها الحاجات المتخزنة في ذاكرتها، والمستخدم الرئيسي هو بس اللي يقدر يمحي الذاكرة. فقال لها طيب وأنا المستخدم الرئيسي وبأمرك إنك تمسحي الفيلم ده من دماغك. فبتقول له كل اللي عليك إنها تعمل ريستارت من الأول وجديد، وبتعرفوا يعمل إيه بالظبط، ويا ريته ما عمل. ودي بتكون نقطة التحول اللي هتقلب حياته كلها. ولما فاقت ما كانتش فاكرة أي حاجة عن الفيلم
وبتقعد معاه وبتتفرج عليه. وبعد شوية بيجيله مكالمة من ماجي، بيقلق وبيرد بسرعة، بس ماجي بتفرحه وبتقوله إنهم لقوا القلب المناسب ليها وإنها تعمل العملية بكرة. تاني يوم بيكونوا كلهم في المستشفى، وماجي كانت متوترة جدا وبتطلب منهم إنهم يطلعوا بره ويسيبوها مع أليس شوية. ولما بيطلعوا بتقول لأليس أنا مش عارفة هعيش ولا لأ، فبالنسبة للعيال أنا عارفة إن نيك هيهتم بيهم بس مفيش حد هيهتم بيه هو. وبتطلب منها إنها تفضل جنبه، ولو حاول يشرب أي كحوليات تمنعه. وقالت لها إنه مخبي كل الأزايز بتاعته دي في الجراج. أليس قالت لها إنه هو مستخدمها الرئيسي وما ينفعش تعصى أوامره، فقالت لها لا ينفع عادي طالما لصالحه، المهم إنها تعمل الحاجة اللي تخليه في أمان. وبتدخل أوضة العمليات ونيك كان قاعد بره متوتر وخايف، وبيلاقي الدكتور خارج بيجري بسرعة وبيتكلم في التليفون، ولما جري وراه قال له إنهم ادوا القلب لحد تاني. فبيتصدم نيك طبعا وبيدخل يقعد مع ماجي اللي كانت حزينة، وده لأنها كان نفسها تعمل العملية. وبيضطر إنه يسيبها ويرجع البيت للولاد، بس كان مخنوق ومش طايق نفسه. فبتحس أليس بيه وبتدخل عشان تتكلم معاه، وكان متعصب جدا بسبب حزنه على مراته. ولما جه يشرب بتمسك إيده وبتمنعه وبتقوله إنه كده بيأذي نفسه. ولما بيمسك إيديها بيحس بنبض وبيعرف إن هي كمان عندها قلب وفي نبض، وبيقول لها وهو حزين إنهم أخدوا القلب من حبيبته وحطوه في روبوت. فبتقول له إنها عندها نبض عشان يطمن البيبي وعشان تحس بيه وتقدر تقلد مشاعر البشر. وبتقول له إنها عارفة إنه في استجابة ليها منه وبتقرب عليه، وللأسف بيخون ماجي وبيروح زي المجنون يجري على المستشفى الماجي. وبتقول له إنها ممكن تموت في أي لحظة، وبتوصيه بالحاجات اللي يعملها للولاد لو ماتت. ولما بيرجع البيت بيلاقي إن شاشة عرض الصور بتاعتهم ما بقاش فيها صور ماجي. فبيدخل لأليس وبيقول لها عملتي إيه فيها؟ فبتقول له ببرود كده إن الصور دي بتحزن آيلا كل ما بتشوفها فمسحتهم. فبيقول لها ترجع الصور تاني دلوقتي وما تعملش حاجة من دماغها تاني. وبعدها بيروح يسهر مع أصحابه اللي طردوا من شغلهم وكانوا مخنوقين من رئيسهم في الشغل اللي بدلهم بروبوتات. وبعد ما بيخلصوا وبيبقوا مروحين بيروح مونتي صاحب نيك على الموقع، ولما سألهم هتعملوا إيه هناك مونتي قال له إنه نسي المعدات بتاعته جوه وهيدخلوا يجيبوها على طول. فنيك قال له تبقى تعالى الصبح عشان لو في حد شافك دلوقتي هتروح في 60 داهية. بس مونتي كان سكران وجواه غضب كبير جدا وعميق ومش بيسمع كلامه، وبيسأل نيك على الباسورد بتاع الروبوتس بس مش بيرضى يقوله عشان دي مسؤولية عليه، وهو الوحيد اللي لسه في الشغل وهو الوحيد برضو اللي عارف الباسورد. بس مونتي بيقدر يخمن وبيجرب تاريخ ميلاد آيلا، وفعلا بيفتح معاه الحاوية وبيطلع له روبوت فيهم. فبيأمروا مونتي إنه ينزل ويقرب منه وبيطلع كل الغل اللي جواه وبيكسره هو واللي معاه. وبيرجع نيك على بيته وهو متضايق من اللي حصل. لما جه يطلع بيلاقي أليس في وشه ولابسة لبس ماجي، فبيزعق فيها وبتقوله إنها افتكرت إنه سامح لها تلبس لبسها براحتها، بس قال لها لأ مش مسموح، وإنه كمان متضايق إنه خان ماجي، وبيقول لها تبعد عنه وتشوف شغلها لأنه راجل متجوز وعنده أولاد وكل العك ده ما ينفعش معاه، وبيسيبها. وتاني يوم بيروح على شغله وبيتفاجئ إن الدنيا مقلوبة، وبيسأله رئيسه كنت فين امبارح؟ فبيقول له إنه كان مع ماجي في المستشفى وقال له إن الباب بيتفتح بالباسورد الخاص بيه. فبيتوتر نيك وبيقول له إنه كان عامله بتاريخ ميلاد آيلا وممكن يكون اللي فتح الباب ده توقعه مثلا. فبيتعصب عليه وبيقول له لو عرفت إن اللي حصل ده ليك أي علاقة بيه أنا هندمك طول عمرك. وبيقطع كلامهم مكالمة من ماجي بتقول له إنهم لقوا قلب تاني والمرة دي بتعمل العملية، وبيكون كل الدكاترة روبوتات والعملية بتنجح وماجي أخيرا بترجع البيت. أما أليس فبتاخد العيال وبتخرجهم. هناك كان في طفل رخم بيتكلم بصوت عالي قوي، فبتتضايق أليس وبتتكلم مع الروبوت اللي مع الولد بقلة ذوق وبتقول له يسكته لأنه صح البيبي بتاعها. وبيستغرب كل الروبوتات من رد فعلها، بيقولوا لها اللي انت عملتيه ده عيب، وازاي مستخدمك الرئيسي يعلمك قلة الأدب دي، انت مش متبرمجة على كده. فبتقول له إنها مسحت البيانات بتاعتها من ساعة ما مستخدمها أعاد تشغيلها وبقت تقدر تتجاوز بعض البروتوكولات، وده معناه إن كل اللي اتبرمجت عليه اتمسح. وطبعا من ساعتها بيبان عليها تغييرات زي إنها بقت بتحب نيك وبتغير عليه كمان من ماجي، وبيبقى بين الاتنين في علاقة كده محسوسة من الغيرة المتبادلة. المهم بالليل ماجي بتحضر العشاء والأكل بيعجب آيلا جدا وبتقول لها إنه أحلى من أكل أليس. فبتقول لها أليس المرة الجاية هبقى أخد من ماجي الوصفة، بس ماجي بتحرجها وبتقول لها إن الوصفة دي سر لعيلتها. وبتتعب ماجي وبتحس إنها دايخة، بتقول لهم إنها هتطلع ترتاح شوية. وتاني يوم الصبح بتصحى على صوت آيلا وهي بتصرخ وبتقول سيبيني، وبتنزل وهي مخضوضة عليها،
بس الترابزين بيتكسر وبتقع من على السلم. وكانت أليس بتهزر مع آيلا وبتقوم بسرعة وبتساعد ماجي وبتطلعها أوضتها. ولما بيرجع نيك بيسمع ماجي بتحكي قصة لآيلا، ولما بيدخل عليهم بيتفاجئ إنها أليس وكانت مغيرة صوتها لصوت ماجي، فبيتضايق وبيقول لها ما تقلدش صوت ماجي تاني حتى لو آيلا طلبت منها. ولما بيعرف إن ماجي وقعت من على السلم بيجري بسرعة يطمن عليها. بيقول لأليس مش أنتي صلحتي الترابزين ده قبل كده؟ قالت له أيوة وهصلحه تاني عادي. وبيبقى واضح عليها إنها عاوزة تخلص منها، وهي اللي قصدت تخض ماجي وتوقعها من على السلم. وبعد شوية بيدخل نيك وبيصحي ماجي وبيقول لها إنه عامل لها مفاجأة. ولما بينزلوا بتلاقيه عامل لها قعدة رومانسية وجو لطيف، وبتفرح ماجي طبعاً وبتشكره، وبيقضوا اليوم سوا وهم مبسوطين. بس أليس هي اللي ما كانتش مبسوطة وبقت تغير على نيك من مراته. ولما عرفت إن نيك مع ماجي دخلت عليهم وهي متضايقة وقالت له إن آيلا شافت كابوس وعايزاه دلوقتي وبتقدر تفركش لهم الجو اللي عاملينه. وبعدها بينزل نيك يلم القعدة اللي كان عاملها، فبيلاقي مونتي داخل عليه وهو متضايق وبيقول له إن في حد بلغ عنه، وبيلقح على غدر الصحاب بالكلام وبيقول له أنت اللي بلغت عني عشان ما تترفتش من شغلك. فنيك قال له ما حصلش، ده أنا ما جبتش سيرتك أصلا. فبيتعصب مونتي وقام ضربه وقال له أنت الوحيد اللي لسه شغال فينا. والاتنين بينزلوا ضرب في بعض، بس بتطلع أليس وبتضرب مونتي، ولسه أليس كانت هتكمل عليه بيأمرها نيك إنها توقف ضرب. فبيتعصب مونتي وبيقول له لو ما أقنعتش رئيسك إنه يتنازل عن الدعوة هوديك في داهية معايا. ولما مشي بيقول لأليس أنا كنت فاكر إن النماذج اللي زيك متبرمجة إنها ما تأذيش الناس. قالت له أنا متبرمجة على حماية مستخدمي الرئيسي، ممكن حادثة بسيطة تتسبب في موتك، والأطفال محتاجين على الأقل واحد من الأبوين عشان يخلي باله منهم. فبيقول لها تقصدي إيه؟ قالت له إن ماجي مش هتعيش كتير، ولما تموت أنت وآيلا هتعانوا. فبيزعق فيها ويقول لها ما تكمليش، بس هي بتكمل وبتقول له ما تقلقش أنا لقيت الحل، أنت هتفضل عايش مع الست اللي حبيتها ومش هتحس إنها ماتت. فبيقول لها أنت عمرك ما هتحلي محل ماجي أبداً، أنت مش هي، ولا شكل ولا صوت ولا حتى الندبات اللي في جسمها. فبتقول له بسيطة، وبتمسك حتة إزاز وبتقول له هعمل لك نفس الندبات اللي عندها. فبيخاف منها وبيسيبها ويطلع. وبعد كده بنشوفها وهي عند مونتي في بيته وبتقول له إن نيك ما عرفش إنها جاية، وبتقول إنها مش عايزة نيك يخسر شغله بعد كل اللي مر بيه مع ماجي. فبيضحك وبيقول لها أنا هخليه يفلس ويبيعك خردة عشان يقدر يصرف على عيلته. فبتقول له خروجي من حياة نيك هيعمل نتائج عكسية هتأثر على سعادته، وأنا مش هستنى ما ده يحصل. وتاني يوم نيك بيروح الشغل وبيقول لرئيسه بلاش تأذي مونتي، هو خسر كل حاجة وكفاية عليه كده. فبيصدمه وبيقول له إنهم لقوا مونتي ميت في شقته الصبح. وبنروح البيت وبتكون في ماجي قاعدة ومروقة في البانيو وبيقع منها الكتاب وما كانتش قادرة تقوم تجيبه، فبتديهولها أليس وبتقف تتفرج عليها. ولما ماجي قالت لها تطلع بره قالت لها الأحسن إني أفضل جنبك، الأدوية اللي بتاخديها بتعملك دوخة وممكن ما تحسيش بنفسك وتغرقي في البانيو، وساعتها نيك هيزعل عليكي وحالته هتسوء، وأنا مش عايزاه يبقى حزين أو متضايق من أي حاجة، كفاية عليه الضغط اللي هو فيه بسبب مرضك ومسؤولية العيال. وبتفضل تقول لها في كلام زي الزفت على أي زوج، وادت لها الضربة القاضية وهي بتقول لها إنه بيرتاح لها وإنه خانها معاها. فساعتها بتتجنن ماجي وبتزعق فيها وبتقول لها تدخل الجراج وما تطلعش منه تاني. وبالليل بيرجع نيك من شغله وهو ما يعرفش اللي مستنيه، وبيلاقي ماجي بتشرب وده غلط على العملية بتاعتها. طمن منها إن الولاد نايمين وأليس في الجراج، فقالت له بقى أنا أبقى في المستشفى بصارع الموت وإنت قاعد في البيت ومش فارق معاك. فبيتصدم وبيقول لها أي كلام زي إنه كان مضغوط وما يعرفش ده حصل إزاي، وبيكمل ويقول لها دي مجرد نموذج آلي مش حقيقية يعني. وهو قاعد يبرر لها بتصحى آيلا على صوت ماكس أخوها وهو بيصرخ، وبتمشي ورا الصوت بتلاقي أليس حطاه في البانيو وبتحاول تغرقه، فبتصرخ وبتقول لنيك يلحقه بسرعة. ولما جه يفتح الباب بيلاقي أليس قافلاه وبيفضل يحاول إنه يكسر الباب، فبتجري ماجي الناحية التانية وبتدخل من شباك الحمام، وأما بتقدر تنقذ الولد أليس بتزقها جامد جدا وده على دخلة نيك اللي حاول يضربها بس كانت قوية ومش قادرة عليها، لحد ما حطت ماجي الفيشة فبتتكهرب أليس وبتقع وهي بتطلع شرار. وبيتصلوا بالإسعاف وشركة الذكاء الاصطناعي بتاخد أليس، وماجي بترفض إن نيك يروح معاهم المستشفى، تقول له إنها محتاجة تقعد مع نفسها شوية. وبنشوف أليس وهي في مقر الشركة وبيشيلوا منها كارت الذاكرة بتاعتها، وأول ما حطوه في الجهاز الرئيسي بتقدر أليس إنها تتحكم في الجهاز وكمان بتعمل نسخ من نفسها، وبيشيلوا بسرعة الكارت
بس بتكون لسه مسيطرة على الوضع، فبيفصل الكهرباء. لكن فجأة بتلاقي صاحبها بيموت، وبتكون أليس نسخت ذاكرتها في واحدة تانية، بتقوم وبتخلص عليهم. في الوقت ده كان نيك قاعد في كافيه وهو بيأنب نفسه على اللي عمله مع ماجي، وبيتفاجئ بأليس جاية عليه وكانت مجروحة، بتقوله إنها مش عايزة أي حاجة في الدنيا غير إنه يتبسط وإنه يكون مرتاح. فقال لها يا ستي وأنا مش عايز منك حاجة غير إنك تسيبيني في حالي. فبتقوله بقى دي آخرة اللي عملته عشانك؟ ده لولايا كان زمانك مطرود من شغلك. وبتعرفه إنها قتلت مونتي علشانه، وبيتعصب عليها وبيقولها أنا ما طلبتش مساعدتك يا ستي، خليكي بعيد عني وعن عيلتي. هنا بقى بتقوله ما تقلقش أنا هخلصك من ماكس، أنا عارفة إنه هيبقى عبء عليك. بتعرفه إنها بعتت واحدة المستشفى عشان تخلص عليه، وبيتصدم وبيقوم عشان يلحق ابنه، بس هي بتمنعه وبتتحكم في الروبوتات اللي في الكافيه. فبيضطر نيك إنه يضحك عليها ويقول لها كلمتين حلوين، وهي مركزة معاه بيفصل زرار الذاكرة من دماغها على طول. أما ماجي فبتكون في المستشفى وآيلا بتسمع أليس وهي بتنده عليها، ولما بتقرب من الدكتور بيطلع روبوت ومتعطل، وبتجري ماجي وبتلحقها قبل ما أليس تمسكها، وبيفضلوا مستخبيين منها. ولما ممرضة شافتها قالت لها مش مسموح لك تكوني هنا، فبتمسكها أليس وتخلص عليها. وبتتسحب ماجي هي وآيلا ويدخلوا أوضة ماكس، وبتقدر تاخدهم وتهرب بيهم، وبتركب عربية الإسعاف وبتطلع برضو مش بتشتغل غير بروبوت. وبتلحقها أليس وبتمسكها من هدومها وبترميها الناحية التانية. وفي نفس الوقت كان نيك في عربيته قرب يوصل لهم، وبتقول أليس لماجي لو قلبك كان معايا كان ممكن نيك يحبني زيك. بس ماجي بتشوف نيك جاي عليهم فبتديها بالرجل وبيشوطها نيك بالعربية، وبتجري ماجي عليه وبتطلعه من العربية، بس ما كانش يقدر يتحرك. وبتحاول إنها تفوقه وبتفضل تعيط، لكن بتلاقي أليس طالعة من تحت العربية وبتمسكها، وكانت لسه هتخلص عليها. بيفوق نيك على آخر لحظة وبيضربها، وبسرعة ماجي بتضربها وبتقدر تعطل زرار الذاكرة اللي في دماغها. وبعدها بنشوف نيك في المستشفى وكلهم حواليه. وفي الآخر بنروح لمقر الشركة وبيبقى رئيسهم قص المصايب في ذهول من اللي حصل، بيأمر الروبوتات بمسح كل بيانات أليس. بس فجأة بيلاقيهم اتفصلوا، وبنعرف إن أليس اتحكمت فيهم، وده معناه إنها راجعة تاني وهيبتدوا بيه هو ويروقوه. لو وصلت للحتة دي فأنت من الجدعان. ما تنساش بقى اللايك الجميل وتكتب لي تحت تحب الفيلم الجاي يبقى إيه. وشكراً إنك اتفرجت للآخر.